ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده جايه لكم في فيديو جديد. قبل ما ابدا الفيديو كده حابه اشكر كل اللي بيتابعني وكل اللي بيعمل لايك، واخواتي وحبايبي اللي بيعلقوا لي، شكرا لكم جدا. واتمنى ليكم يعني رمضان كريم وسنه سعيده وايام يا رب فرحه وجايه يا رب باذن الله. بصوا بقى، انا كان عندي حبه حاجات كده، م- يعني متبقيه. جوزي جاب لي بتنجان مثلا، قال لي اعمليه يعني مخلل وكده. طبعا انا مرضتش اعمله عشان خاطر في رمضان بقى وكده ممكن يعطشنا كده. فرحت قلت خلاص، هبقى اعمله يعني، بس ايه ما عملتوش تمام. وبعد كده كان عندي فلفل، فرحت قلت طب ما انا بدل ما يبوظوا عندي لان كانوا خلاص هيقدموا، قلت خلاص اعمل ايه، اعمل كده حلة صغيرة محشي. فزي ما انتوا شايفين كده جبت الفلفل على البتنجان الابيض على البتنجان الاسود، وقورتهم ونضفتهم، بس انا بقور معاكم بس الفلفل. بس بصراحة البتنجان يعني كنت مقوراه من امبارح، قبلها بيوم. لان انا بحاول على قد ما اقدر زي ما قلت لكم ان انا اخفف لتاني يوم عشان اطفالي وكده. بس فجات لي الفكرة وعملتها يعني. قلت مش مشكلة، هي حلة صغيرة. بس زي ما انتوا عارفين احنا عشان انا بعمل حلويات اولا، واطفالي بيحبوا الحلويات. تاني حاجة اصلا احنا مش اكيلة، يعني احنا مش الناس اللي تاكل دي. فانا حلة يعني بتقضيني، حلة صغيرة تقضينا، تغدينا وتفضل كمان منها، يعني ممكن يفضل كمان للعشاء منها. فهو ده اللي حصل يعني معانا، احنا اتغدينا حتة صغيرة وبعد كده اتفضل منه. المهم انا كنت عايزاكم برضو في موضوع تاني. انا عارفة ان المرة اللي عدت لما كلمتكم في موضوع التقدير وعدم التقدير، يعني ناس كتير كانت هي عارفة نفسها ان هي مش بتتقدر، بس مش عارفة تعمل ايه او مش عارفة ايه هو الحل. وخصوصا لما يكون يعني ده قريب، او او حد ما ينفعش ان احنا نسيبه مثلا. ما ينفعش ان احنا نقطع علاقتنا بيه، او على الاقل نقلل العلاقة. في اوقات ناس كتير العلاقة بتاعتهم بيكونوا مجبرين عليها، ودي من أصعب العلاقات اللي هي بيكون الواحد مُجبر إن هو يتعامل مع اللي قدّامه ده. وعارف ومتأكد إن اللي قدّامه ده بتاع مصلحته وهو عايز مصلحته بس، بس معاهوش يعني ما فيش عنده حل غير إن هو يتعامل معاه. بُصّوا بقى، النقطة دي يعني بتتكرر معانا في بيوت كتير، بتتكرر معانا مثلًا في الناس اللي إحنا كمان بالذات عندنا في الصعيد، اللي هُم بيكونوا قاعدين في بيت عيلة. بتتكرر مع الناس اللي هُم آمم الأهل بيتدخّلوا في شؤون مثلًا الزوج والزوجة. بيبقى في نوع كده من الكراهية أو نوع من عدم الارتياح، إن أنتِ بتحسّي إن أنتِ مش مرتاحة أنتِ وبتتعاملي معاهم. في برضه بيكون شغل، يعني في ناس بيكون في شغلها مش مرتاحين مع اللي هُم بيشتغلوا معاهم. بُصّوا هاقول لكم على حاجة، أنتم هتستغربوا من اللي أنا هاقول لكم عليه ده، بس أنتم ليكم حلّين في الموضوع ده. يا إما تواجهوا بكل شجاعة الطرف التاني ده، عشان تقللوا من العذاب النفسي اللي جواكم، إن أنتم عايزين تبقوا صاحيين طول الوقت عشان عارفين إن هو اللي قصادكم ده عايز مصلحته بس. وعارفين إن هو مش بيكِن لكم كل الاحترام أو كل التقدير أو كل الحب، بالعكس هو عايز مصلحته بس. فليكِ حلّين من الاتنين دول، يا إما تواجهي الموضوع بكل شجاعة عشان خاطر نَفْسِك، وعشان خاطر العذاب اللي أنتِ بتحسّي بيه جواكِ ده، القهر هو بيبقى قهر، أنتِ بتبقي مقهورة على نَفْسِك إن أنتِ مش قادرة تعملي حاجة، مش قادرة تدافعي عن نَفْسِك. لأ، لازم تبقي قوية ولازم تواجهي، عشان ما تفضليش تعيشي الموضوع ده على طول، ما تفضليش قاعدة بتتعاملي مع اللي قدامِك وأنتِ عارفة إن هو بتاع مصلحته، وأنتِ عارفة إن هو مش بيقدّرِك، ولكن أنتِ مُجبرة إن أنتِ تعيشي معاه وتقعدي معاه وتتكلمي معاه وكده.
هنا طبعا انا كنت وصلت للفطار، فبحط الفطار بقى، بجهز الفطار خلاص. فانا كنت عامله الحاجات دي قبلها، يعني انا كنت عاملاها قبلها معاكم في الفيديو قبل كده. فالحاجات دي بتقعد معايا زي ما قلت لكم بالاسبوع وكده. وبطلت على فكره ما اعمل سلطه الفواكه، لاني مع الحاجات الحلوه مثلا بسبوسه او كده وكنافه. انا كنت عامله بسبوسه وقتها، بس عاملاها قبلها بيوم يعني. حتى هتلاقوها متاكله. فلقيت بقى يعني مثلا صينيه البسبوسه مع البلح مع العصير مع الكوكتيل كتير ما شاء الله. فرحت قلت لا خلاص يعني، هخلص الكوكتيل ده ومش هعمل تاني خلاص كده. فما عملتش تاني يعني. دي اخر كمية عملتها وما عملتش تاني. العصير اهو كنت عملته برضو، احنا بنشرب عصير صوبيا، ده صوبيا. أم، بس فزي ما بقول لكم نكمل باقي كلامنا بقى. بس فزي ما قلت لكم عليكم حلين: يا اما تواجهوا الموضوع بشجاعة، يا اما تخلّي بالِك، يعني تخلّي في حدود. آمم، تقولي لهم لأ، يعني أنا وتخلّي بالِك لمّا ييجوا عليكِ لازم تدافعي عن نفسِك، لإن يوم ما أنتِ ما تدافعيش عن نفسِك خلاص أنا بقى هاستغل الموضوع وهاستغلِك. وعلى فكرة الحاجات دي بتيجي لا إراديًا، يعني لمّا بتكون الواحدة بتُستغل، اللي قدّامها بييجي لا إراديًا يستغلها. يعني مثلًا يعني حد فاتح بيقول يالّا يا جماعة تعالوا خدوا فلوس، حتى اللي معاه فلوس هيروح ياخد الفلوس دي، صح؟ ليه؟ لإن هو بيقول تعالوا خدوا فلوس، يعني أنتِ فاهمة؟ فأنتِ بتعملي كده بالضبط. لمّا بتسكتي عن حقِّك أنتِ بتعملي كده بالضبط، زي بتقولي للناس تعالوا استغلوني، ده اللي بيحصل. حتى هتلاقي الموضوع ده يعني ممكن يتكرر معاكِ في جهة حكومية مثلًا، يعني لمّا تروحي مثلًا جهة حكومية أو شغل أو كده، هتلاقي إن الموضوع ده بيتكرر معاكِ، في ناس كتير بتستغلِك وأنتِ مش فاهمة في إيه. يعني أنا ساكتة على الناس اللي هي قريبة مني، طيب وأنتم بقى إزاي أسكت لكم؟ لأ، هو الموضوع لا إرادي بييجي للناس لمّا أنتِ من كتر ما بيحسوا كده إن أنتِ ضعيفة. لأن فعلا النفس لما بتلاقي نفسها ضعيفة بتضعف، ما أنا مش قادرة أدافع عن نفسي فبضعف. فبيجي بقى الاستغلال من الكل، فاهمين؟ فانت عندك الحلين دول: يا إما تواجهي بشجاعة وتقولي لأ ومش عايزة والكلام ده ما ينفعش وكل واحد، يا إما تخلي بالك من نفسك، ووقت ما يجي وقت استغلال وقت حاجة تقولي اه لأ لو سمحتي أنا ما اسمحلكيش، اه لأ لو سمحتي انتي اعمليها، انا ما اتعبش نفسي مثلا، اه لا لو سمحتي انا اهم حاجه نفسي، اهم حاجه مصلحتي. زي ما انتي بتدوري على مصلحتك دوري على مصلحتي كده. في ناس المواجهة عندهم بتكون اللي هي صدمة، أنا ما أقصدش كده، من كتر ما هُم بيستغلوكِ بقى ومش واخدين بالهم. هو أنتِ بتفكّري فيها كده، أُمّال هي إيه تتفكّر إزاي؟ لمّا أنتِ كل حاجة بتستغلّيني أنا، كل حاجة ما بتقدّرنيش وبتفضلي تقولي عاوزة، وعاوزة، وعاوزة وهاتي مثلًا أو اعملي مثلًا، على حسب طبعًا الاستغلال، يعني نوع الاستغلال بيفرق كتير. هنا كنت عاملة آمم اسمه إيه ده، لسان عصفور بالبطاطس، بُصّوا بقى حلو إزاي وجميل إزاي. وكمان كنت خلّصت كمان آآ اللي هو ده. خلّصته كده أهو، شايفين؟ مش محروق ده على فكرة. وكده أكون خلّصت معايا يومي، وباي باي.